نبدأ بسم الله والصلاة على النبي. اليوم رح نحضر سوا الخبز السوري المنزلي بالمقلاة. اي والله بخطوات بسيطة وبدون تعب رح نرجع نكهة الأصالة عبيوتنا. خلونا نبدأ ونعيش هاللحظات الطيبة سوا بكل حب وبأبسط المكونات. هيا نبدأ. ما في أطيب من السوركي مع الخبز الطري وبندورة وخيار. تابعوني للأخير لمعرفة التفاصيل. المقادير: كيلو طحين أي دقيق، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة طعام سكر، ملعقة ونصف خميرة. نمزج المكونات جيدا ثم نضيف 3 أكواب من الماء الساخن وليست المغلية، يعني درجة حرارة الماء متوسطة. إذا ما عندك ماكينة عجن بإمكانك تعجني بإيدك لمدة دقيقة. ما بدنا أبدا تعقيدات بهذه الوصفة، مدة دقيقة أعجني. ولكن الملاحظة المهمة في هذه الوصفة هي إنه العجينة لازم تلزق باليد لكي ينجح معك الخبز. بيرفخ الخبز لما بتكون العجينة بتلزق باليد. هاي ملاحظة مهمة. شاهدوا كيف العجينة عم تلزق بإيدي، هيك بدنا العجينة تكون. الخطوة التالية: ندهن العجينة بالزيت النباتي ونغطيها ونتركها لمدة ساعة. ولكن انت ايضا بتعرفي من البصر انه العجينة تخمرت تماما عندما يتضاعف حجم العجينة. لاحظوا كيف تضاعف حجم العجينة، يعني العجينة أصبحت جاهزة. بعد تخمير العجينة وأصبحت تمام، نرش قليل من الطحين ونبدأ بتقطيع العجينة والحجم حسب الرغبة. نكمل تقطيع العجينة إلى أقراص حتى النهاية. بعد تقطيع العجينة إلى أقراص نتركها لمدة 10 دقائق حتى يتضاعف حجمها. ومن البعثر يعني النظر ندرك جيدا أن العجينة أو الأقراص أصبحت جاهزة. وضروري جدا وضع غطاء حتى لا تجف العجينة، لأنه إذا جفت العجينة كانت نتيجة الخبز فاشلة 100%. لما بدنا نفرد العجينة مثل ما قلنا منرش قليل من الطحين. وأيضا أبدا لا ننسى أنه نضل الغطاء موجود على الأقراص حتى لا تجف العجينة. العجينة لاحظوا كيف طالعة معي سهلة وطرية، ما بتعذبك أبدا أبدا بالمد. السماكة بتكون متوسطة، يعني لا سميكة ولا رقيقة، يعني مثل ما نكون شايفين هذا الشكل النهائي. ضروري أن نترك الأقراص التي فردناها ترتاح لمدة 15 دقيقة ونضع عليها غطاء. هالمرحلة ضرورية ومهمة. لما نوضع رغيف العجين بالمقلي لازم نحميها قبل بوقت وتكون المقلاة ساخنة على درجة حرارة مرتفعة. هون المرحلة المهمة لنجاح عملية الخبز. عندما نضع رغيف الخبز في المقلاة ننتظر حتى تظهر الفقاعات. عندما تظهر الفقاعات نقلب الرغيف إلى الجهة الأخرى ونستمر في التقليب حتى يرتفخ الرغيف لوحده. وهون بتكون العملية ناجحة 100%. نجرب برغيف تاني، ننتظر حتى تظهر الفقاعات
ومنقلب إلى الجهة التانية، وهكذا حتى يرتفق معنا الرغيف ويصبح خبز سمون شهي كلنا منحبه. بذكرنا بأيام زمان بلمة العيلة. أنا صرت عم بعمله بالبيت، ما بقى بشتريه لأنه ما في موجود بالمدينة اللي أنا فيها. كنت أبعد إلى دولة أوروبية تانية موجودة عندهم خبز عربي بعض يبعتولي إياه. لا، تعلمت الطريقة الصحيحة وجربتها قبل ما نزلها، طلعت معي ناجحة مثل ما انكم شايفين. الكل يعتمد على هالطريقة السهلة والبسيطة بالمكونات كتير كتير متوفرة بكل بيت. شوف الخبز كيف ما أحلاه، كيف منفوخ وبينفتح بسهولة. وهلأ بعلمكن كيف تخزنوه. فيك تتركيه لمدة 3 أيام بالمطبخ، بس بتلفيه بقطعة قماش. وبعد 3 أيام فيك تحطيه بأكياس نايلو، بتحطيه بالبراد وليس بالثلاجة. يعني نو انخلاده، لا بالثلاجة نو، ولكن بالبراد منحطه ونستمتع بأكله. كل ما إجا عبالنا منشيل الرغيف منتركه شوي. بعدين إذا بدك بتسخنيه مثل ما بدك، لأنه هو بده يضل طري. لأنه الطريقة اللي نزلت لكم إياها بهالوصفة كتير سهلة وكتير مزبوطة. يا سلام، هالخبزات الطرايا السخنين شهوني آكل سوركي وبندورة وخيار مع الخبزات الطلع ريحتهم معباي المكان واصلة لآخر الشارع. أنا كتير سعيدة خبزات الناجحين. ووصفة السوركي بدي أخبركن عنها، هي موجودة على قناتي الطريقة الصحيحة والمثالية. أقسم بالله بعد أوقات بيضل عندي أطرميز السوركي سنة. ليش بضل مثل ما هو؟ ليش؟ لأنه مغمور بالزيت. لأنه أنا بعمل كمية كبيرة وبغمره بالزيت وبتركه. كل ما بدي بشيل قرص. صنعوا الخبز بإيديكم أطيب وألذ، بوفر كتير لأنه بتعملي بالكيلو كمية كتير كبيرة من الخبز. خلصت وصفتي، بتمنى تدعموني بلايك واشتراك وتخبروني بالتعليقات شو رأيكم بخبزاتي. لكم باي، مع تحيات قناة كول وتهنى مع إيمو.